اتمشى يا باشا. الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار نفذ، ولما اتاكد ان الرصاصه دخلت في قلبه جري قبل ما حد يشوفه. وبعدين؟ معرفش، الارض انشقت وطلع واد تاني معرفش منين، نزل من عربيته شاله حطه في عربيته تاني وجري بيه على المستشفى. انجز. مات يعني ولا ما ماتش؟ في المستشفى يا باشا بينزف ما بين الحياه والموت. وانت عرفت المعلومات دي منين؟ ما انا بعت واحد من رجالتنا يراقب الواد اللي بعتناه له عشان يضربه بالنار، هو اللي بيقول لي الاخبار اول باول. بس احنا كده مش في امان. يعني الشواربي رواش اتهمني بقتله. ساعتها حضرتك ترفع عليه قضيه رد شرف لانها تهمه من غير دليل، تشويه سمعه. طب بقول لك ايه؟ قول يا باشا. ابعت الراجل بتاعنا، خليه يتطقص من بعيد لبعيد، اوعى حد يشوفه. تلميذك يا كبير. الراجل هناك من ساعتها ومتابعني بالاخبار والتطورات اول باول، زي خدمه الاخبار اللي عند سعادتك على الموبايل. واخر حاجه بعتها لك ايه؟ صاحبك في المستشفى ما بين الحياه والموت، مش لاقيين له دم عشان فصيله دمه نادره، يعني حتى لو طلعوا الرصاصه من قلبه برضه مش هيعيش. طيب روح انت دلوقتي. تحت امرك يا كبير. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. انت فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبي. عملت العملية والدكتور طمني، شالوا لك الرصاصة وهتخرج على طول بإذن الله. رصاصتي وايه اللي حصل بالظبط؟ ولا حاجة يا حبيبي، أنت كنت سايق العربية، الناس طلعوا عليك ضربوك بالنار، لولا واحد ابن حلال ربنا يكرمه نقلك المستشفى واتبرع لك بدم. أنا مش عارفة كنا عملنا إيه. هو فين؟ هو موجود؟ فضل جنبك لغاية ما اطمن عليك، قال هيروح مشوار ويرجع لك تاني، ورانيا شكرته قوي. هي فين رانيا دلوقتي؟ راحت تجيب شوية حاجات من البيت وجاية. الحمد لله على سلامتك يا نور عين، الحمد لله على سلامتك. مش كنت نازله؟ بعد يطلع ياسر الشواربي تعرض لمحاولة قتل. ده مين اللي حاول يعمل كده؟ هيكون مين؟ نعيم. معقول هيحاول يقتله عشان خد منه مناقصه؟ لا طبعا، عشان حرق له المخازن بتاعته. الله، ده كده عكت قوي قوي. وده بقى اللي قلقني، لسه بقول يا هادي وهنبدأ شغل. احنا كمان عندنا مشكله تانية. ايه تاني؟ ده لسه بيت للبيت. ليه؟ ما تنطق ليه؟ قالت لي انا مش هسيبك تعملني حجه عشان تفضل جنب اختي. وهي ليه بتقول كده؟ معرفش. بس أنا عارفة. وأنا عندك في المكتب آخر مرة تقريبا سمعتني، لما خرجت شفتها. اصلا طيب، بقول لك ايه، انت الوحيده اللي تعرفي ترجعها البيت، كلمي بقى معاها. طب هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. الظابط خد أقوالك؟ ايوه، قلت له ان الموتوسيكل كان من غير نمر، وان الخوذه كانت مخبيه وش الواد اللي كان سايقه. طيب عايز يا ريت بقى ما تغيرش أقوالك خالص في النيابة. قصدك يعني لو افتكرت حاجه جديده؟ يا ريت ما تفتكرش حاجة من أصله. مش فاهم. بص يا عيسى، أنا عارف إن أنت كتر خيرك لحقتني وانقذتني كمان، بس أنا مش عايز أقول أي معلومة للبوليس، فاهمني؟ انت مش عايز تعرف اللي حاول يقتلك ولا ايه؟ دي مشكلتي وأنا هحاول أحلها بنفسي. وبعدين يا عم، أنا مش عايز أسبب لك أي أذى ولا أي مشاكل. خايف عليا يعني؟ طبعا خايف عليك. من ايه؟ يحاول يقتلني. لو عارف إن أنت قلت أي معلومة ممكن توصل له، مش بعيد يخلص منك أنت كمان. يا ريس الأمر بيد الله.
بس تمام، لو انت مش عايزني اتكلم انا مش هتكلم. برافو عليك. استاذن انا بقى عشان عندي مشاوير كتير. مشاوير ايه؟ الغي كل مشاوير، ملهاش لازمه دلوقتي. مش فاهم. انا عارف انت كنت رايح فين يا عيسى. كنت رايح ادور على شغل. خلاص يا سيدي، اعتبر نفسك اشتغلت وتعينت من النهارده معايا خلاص. ايوه بس مدام مها كانت عايزه. سيبك من مدام مها. انا هقول لها يا سيدي ان انا محتاجك وان عينتك معايا. وبعدين بعد كل دوت عمر ما هلاقي ولا اجدع ولا ارجل منك. اتفقنا؟ مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه يا عيسى. ليه؟ ايه؟ ايه؟ انت يا اما هعرف كل الناس ان انت بتصورني من ورايا، ولما يعرفوا اكيد هيرفدوك. ما انا لا ده انت عايز تبعت الصور دي لمين؟ بتصورها ليه؟ لا والله العظيم ما عايز ابعتها لحد، ده انا عايزها عندي يعني على الموبايل عشان اقدر اشوفها في اي وقت. صباح الخير. صباح النور. كنت عايز اقابل مدام مها. معرفش هي جوه ولا لا. انا لسه جايه فمعرفش حاجه. صباح الخير. صباح النور. كنت عايز حضرتك 5 دقايق. اتفضل. ايه؟ سايب الشركه زي ما سبت البيت؟ تعالي هنا، تعالي. انت عايز ايه؟ انا بكلمك. انا جوزك وما ينفعش تهربي مني اكتر من كده. انت مش جوزي، احنا سايبين بعض من بدري قوي، ومفروض بقى ان انت تطلقني رسمي. ما لقيتش شغل في شركة تانية جاي تسحب الاستقالة؟ لا انا جاي اعمل اخلاق طرف واخد الملف بتاعي. إخلاء طرف؟ يعني لقيت شغل تاني؟ بصرف النظر لقيت شغل ولا ما لقيتش، انا عايز الملف بتاعي. حقك. أنا كمان قبل ما أمشيك من شركتي لازم آخد حقي. في سلفة اديتها لك أول ما جيت تشتغل عندي. عايزاها. ايوه بس الفلوس دي مش معايا دلوقتي. مش مشكلتي. هسدد لك المبلغ على دفعات. أسفة جدا. أنت أخدتهم مني دفعة واحدة، فلازم ترجعهم برضه دفعة واحدة. زي ما أنت عايز تمشي من عندي دلوقتي دفعة واحدة. ايوه ما انا قلت لك ان المبلغ ده مش معايا دلوقتي. خلاص يا عيسى، ما قدامكش غير حل واحد، إنك تمضي لي وصل أمانة بقيمة المبلغ اللي خدته منه. انسه داليا. انسه داليا انت كويسه؟ تعبانه شويه. طيب ممكن تسيبي عربيتك وتخليني اوصلك؟ تتعبش نفسك، ربنا يخليك. شكرا. لا معلش مش هينفع تسوقي وانت في الحاله دي. سيبي عربيتك وانا اوصلك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جابك؟ جوزي وجاي اطمن عليه. ممكن بلاش اسمع الكلمة دي خالص؟ في ايه يا ياسر؟ على فكرة مفيش حد في الأوضة غيرنا. المفروض يبقى أي حد جه في أي لحظة. يا سيدي سكرتيرتك وجاية تطمن عليك، إيه اللي فيها؟ أنا كويس. تمام؟ ممكن بقى تفضلي؟ أنا افتكرت إن أنا وحشاك زي ما أنت وحشني. جوزي حبيبي اتعرض لمحاولة قتل. ما جيش أزوره يعني؟ ماما. أمل، ازاي حضرتك؟ ازيك؟ كتر خيرها جت تطمن عليا. طيب هروح انا بقى اشوف شغلي بعد اذنكم. اتفضلي. يا ماما. ماما. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. قولي تيجي معاكي ايه؟ جبت لك كل حاجة أنت عاوزها يا حبيبي، طمني عليك، أنت عامل إيه دلوقتي؟ الدكتور قال لي كلها يومين بالكتير ونمشي من هنا. إن شاء الله يا حبيبي ترجع بيتك وتنوره. هو ده المكان اللي سبتي بيتك علشانه؟ انت عرفتي مكاني منين؟ سألت خالتك وقالت لي ان انت طلبتي منها رقم سمسار. كلمت السمسار وقال لي على عنوان الشقة. ما تتعبيش نفسك. انا مش راجعه ولا البيت ولا الشركه. ليه بقى مش راجعة الشركة؟ ناوية تتطلقي مني زي ما انت عايزة تتطلقي من علاء؟ انا عارفه انت ليه مش عايزاني اتطلق من علاء. خايفه الناس يعرفوا ان انت السبب. انا عمري ما هكون السبب في خراب بيتك، خصوصا وانا اللي ضحيت زمان عشان انت تعملي البيت ده. يا ريتك ما ضحيتي يا شيخ، يا ريتك ما ضحيتي. كنت سيبيني ما كملش جامعتي واصرف انا على نفسي واشتغل. صحيح ما كانش هيبقى عندي لا وظيفه ولا شركه ولا بيت ولا اي حاجه، بس ما كنتش هنام في السرير جنب جوزي ويحلم باختي. داليا، كل دي اوهام في دماغك انت بس. دي الحقيقه الوحيده اللي انا متاكده منها قوي. علاء مش غيران عليا زي ما انت فاهمه. علاء بس خايف حد اتجوزه يكوش على فلوسي اللي هو اصلا عينه عليها. انت اللي طمعتيه فيكي. انا كبرته عشانك انت اللي استغلتي فقره وخليتيه يشاركك في النصب على اهل جوزك. انا نصابه يا داليا؟ بعد كل اللي عملته علشانك تقولي عليا نصابه؟ انا مش عايزه منك حاجه. وبعدين انت عملتي لي ايه؟ علاء اللي جوزتهولي ده خلاص هنتطلق. البيت اللي جبتهولي انا مشيت منه. الشركه اللي انت معيناني فيها اللي هي شركتك خلاص انا بلم حاجتي منها وماشيه. اتفضلي اتفضلي. ده مكتب مدير الحسابات. هشتغل معاه؟ لا، هتشتغل بداله لغايه ما يرجع من السفر. هبدأ مدير مرة واحدة؟ هو بنفسه هيفهمك كل حاجه وكلنا معاك. مش عارفة أقول لحضرتك إيه. يا رب أكون قد الثقة دي. قدها اكتر يا عيسى. ده الملف بتاعي. أنا عملت إخلاء طرف من عند مها الغزالي. مها عرفت ان انت هتكون معانا؟ لا. وافقت تديكي الملف كده بسهوله؟ أيوة أصلي اصل ايه؟ مفيش، أنا قلت لها مش هينفع أكمل معاكم. انت مخبي عليا حاجه يا عيسى؟ لا طبعا. عامه مها لازم تعرف ان انت هتكون معانا. أكيد. خد بالك مها مش سهله خالص، ومحدش عارف يحميك منها غيري. طيب شكلك واقع معاها في مشكله كبيره. عامه لو حبيت تتكلم اي وقت هتلاقيني موجوده. إن شاء الله. طبعا انا مش عايزه اي حاجه تاخدك من الشغل هنا. انا اتحديت ياسر والكل، وعايزاك تخليني اكسب الرهان. أوعدك يا فندم. باي ذا واي ده المكتب بتاعي. عايزه
عاوزاك تعدي عليا قبل ما تمشي. هصرف لك مرتب شهري. مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كده كتير قوي. مفيش حاجه كتير عليك. عيسى كلمني عنك. قولي لي بقى ليه عايزه تطلعي؟ مش قادره اقعد معاه ومش قادره ابص في وشه. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ 3 سنين. مفيش اولاد؟ لا، كنا مأجلين الخلفة علشان كنا عايزين نشبع من بعض. على كده انتوا متجوزين عن حب؟ راح فين الحب ده بقى؟ راح تحت رجليها. هي مين؟ اللي خدني معاها. يعني انت متأكدة ان هو بيخونك؟ هل شفتيهم مع بعض؟ هو يعني لازم يخوني بجسمه؟ تقصدي يعني ان هو كان بيخونك بعواطفه، حبها؟ هي ممكن تكون مش بتحبه ومش بتفكر فيه أصلا، بس محتاجة في حياتها. هل تعرفيها كويس؟ أيوة. صاحبتك، قريبتك مثلا؟ هو أنت بتسأل أسئلة كتير ملهاش معنى ليه؟ ما تديني ده وأنا عايزة أنام. هو انت كنت جايه لي عشان تنامي ولا جايه لي عشان اعالجك؟ هو أنت عشان تعالجني لازم تعرف عني كل حاجة؟ طبعا. ولازم تعرفي ان اي حاجه هتقوليها لي مش هتخرج بره الباب ده. وأنا مش هقول لك عني حاجة تاني، ومش هتشوف وشي تاني. مش صدق. وبعدين بقى يعني افهم من كده ان انت مع كل مرتب تخرجني خروجه حلوه زي دي؟ انا عايزك تطلبي كل اللي نفسك فيه. انا المره دي قابل مرتبين مش مرتب واحد. ماشي. البت رانيا دي شكلها جدعه قوي. جدع ولا عينيها منك؟ يا دي النيله، خلصنا من قصه مها، هنمسك في قصه رانيا. دي اخت صاحب الشركه، يعني مستحيل تبص لواحد زي هي فين وانا فين. هي بس كل الحكايه انها مستجدعاني عشان انا انقذت اخوها. طيب يا سيدي، طالما جدعه ومستجدعاك كانت سلفتك ال10,000 اللي مها ماسكاهم عليك وخصمتهم من اول مرتب. والله يا ساره كانت على طرف لساني، بس زي ما تقولي كده كرامتي ناحت عليا واتكسفت اطلبهم منها. خلاص يبقى تسيبني ادور على شغل تاني؟ يا عيسى، ما هو انا لازم اساعدك، احنا علينا ديون كتير غير ال10,000 دول. يا دي قصه الديون، هو احنا ما وراناش غير الموضوع ده؟ هو انت ليه بتهرب من سيره الشغل؟ قولي بقى كده، الموضوع مش قصه ديون. انت زهقتي من قعده البيت. الله، طب وفيها ايه طيب؟ يعني ايه المشكله لما اسلي نفسي وفي نفس الوقت اجيب فلوس؟ ماشي، بس المره دي انا اللي هدور لك على شغل عن طريقي. كفايه علينا اللي حصل لنا من ورا زفت شكر عرنوز ده. ماشي. اشرب العصير. جريه يا جماعه، ما يصحش كده. وانا داخل منطقه عسكريه ولا ايه؟ معلش يا فندم، تعليمات امنيه. امنيه ايه وبتاع ايه؟ ده انت ناقص تسحب الرخص مني يا راجل. احنا اسفين لحضرتك يا فندم. خلاص يا ابني خلاص. معلش يا مختار بيه. ايه ده؟ ما يصحش كده. ايه اللي بيحصل ده؟ معلش احنا اسفين حضرتك. ده شويه شويه كانوا هيفتشوني تفتيش ذاتي. لا لا مش للدرجه دي. الشباب بس لسه جداد ما يعرفوش كل الناس اللي بتيجي الفيلا. اتفضل دخلوا عربيه الباشا جوه. الله العظيم يا رب. المهم طمني عليك انت. الحمد لله. رانيا قالت لي ان مامتك مش موجوده في البيت. ايوه، انا فاكر ان حضرتك جاي عشان ترجعها المطعم. لا المطعم ايه؟ انا جاي لك في موضوع اكبر من كده واهم من كده بكتير. يا رب خير. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف ان انا ووالدك كنا اصدقاء قريبين جدا من بعض، وفي الحقيقه هو كان وصاني عليكم قبل ما يموت، واتمنى ان انا اكون قمت بدوري على اكمل وجه. كتر خيرك. بكره لما تكبر وتبقى في سني وتبقى محتاج حد ياخد بايدك ويونسك ويكمل احلامك اللي لسه فاضلك في الدنيا، هتحس بتعرف الكلام اللي انا بقوله كويس. في الحقيقه انا دورت ستات كتير قوي اعرفهم، بس ما لقيتش احن من والدتك. بص بقى، من غير لا لف ولا دوران، انا جاي اطلب ايد والدتك منك.
انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. لا انا مش عاوزك تقول حاجه، انا عاوزك تسالها الاول. اسال مين؟ والدتي؟ هو من الواضح ان انتوا كده بقى شكلكم متفقين. لا لا لا، احنا مش متفقين ولا حاجه، ده حتى هي ما تعرفش ان انا جاي اتكلم معاك في اي حاجه، بس اللي انا متاكد منه ان هي كمان محتاجه حد يونسها ويقضي معاها بقيه حياتها، خصوصا ان انت واختك طول الوقت في الشغل وهي طول الوقت قاعده لوحدها في البيت. انت بتتكلم جد؟ كان عندك حق يا سلمى، يارا رفضت تقعد مع اي حد غيرك. انا ما كنتش هوافق تقعد مع حد غيري اصلا. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. انا اللي مش عارفه اشكرك ازاي. يارا هتونسني وتسليني لحد ما ترجعوا، صح يا يارا؟ صح يا ست سلمى. طيب دي الشنط بتاعتها، وانا اتفقت مع اتوبيس المدرسه يجي ياخدها من هنا. انا هطلعها كل يوم للباص بايديا، وهرجع من الشغل بدري وهقعد معاها. حبيبتي خلي بالك من نفسك، اوكي؟ ونسمع كلام طنط سلمى. بحبك. خلي بالك من نفسك. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سلمى. خدي بالك منها يا سلمى والنبي. خلي بالك من نفسك، انت عارفه انا بحبك قد ايه. يلا حبيبتي، يلا بينا، يلا بينا، عندنا طياره لازم نلحقها. الله يا سلمى. يلا بينا. خش. يلا يا حبيبتي، يلا معلش لازم نسافر. يلا بينا. باي يا حبيبتي. الفايل اللي فيه كل الاوراق اللي لازم تمضيها لغايه ما ترجع الشركه. طيب اقعدي شويه عشان عايزك. في ايه؟ تخيلي انكل مختار جالي وطلب ايد ماما للجواز. ايه ده؟ شكلك ما استغربتيش ولا حاجه. هو انا كنت عارفه انه هيجي لك، بس ما كنتش فاكره انه بسرعه قوي كده. اوكي. لا بس هو باين عليه مستعجل. انت قلت له ايه؟ لا لسه ما قلتلوش اي حاجه. مامي عرفت؟ بصراحه مش عارف ازاي هيجيلي الجرأة واتكلم معاها في موضوع زي ده. تحب انا اكلمها؟ مش هتفرق كتير. المهم نفكر ونتفق هنرد نقول له ايه. هنرد عليه باللي ماما هترد بيه. لا هم اكيد متفقين ومظبطين كل حاجه، لان عمره ما هتجيله الجرأة او الشجاعه انه يجي يكلمني كده من غير ما يرجع لها. ياسر انت اصلا عندك مشكله ان ماما تتجوز انكل مختار؟ اكيد طبعا، انكل مختار او غيره. اكيد يعني مش وافق ان حد يجي هنا البيت مكان ابويا. وبعدين يا ريت بقى انت كمان تبلغيها ان هو جه وكلمني في الموضوع، وبلغيها كمان ان انا مش موافق خالص. ناقصه ايه؟ بصي انا عندي ملحوظات قليله، بس لسه هقعد مع رانيا اعرف برضه بقيت ملحوظاتها واقولها لك كلها مره واحده. وهترد عليا امتى؟ بالكتير يومين. خلاص اتفقنا. اتفقنا على الشغل بس لسه ما اتفقناش على العشاء. انت لسه فاكر يا ياسر؟ ايوه طبعا،
الحاجات دي بالذات بقى انا باخدها تحدي. خلاص يا سيدي نتحدى، قصدي نتعشى سوا. ماشي. طورت. عيسى، انت بتعمل ايه هنا؟ مها عيسى كتر خيره هو اللي قابلني يوم الحادثه ونقلني المستشفى، وهو اللي اتبرع لي بدمه كمان. وده بقى الملف بتاعك اللي انت سحبته من عندي عشان تيجي تقدمه هنا وتشتغل. مها، عيسى خلاص استلم الشغل هنا. غريبة يعني يا ياسر، ما قلتليش. ما جاتش فرصة. اتاريك سحبت ورقك بقلب جامد، بس ما قلتليش يعني انك هتجيبه هنا. ممكن يكون الراجل يا مها ما حبش بس يزعلك مني مش اكتر. يعني ليا حق ازعل؟ لا مش للدرجة دي، بس لازم تبقي عارفة بعد كل اللي حصل ما اقدرش ارفض اي طلب لعيسى، صح؟ صح. بعد اذنك. اتفضل. اشوفك قريب يا ياسر. سلام يا مها. أنا طبعا صاحبة فكرة الرسالة دي. كان كل همي إن أنا أناقش المشاكل الزوجية في سنة أولى جواز. ما عندكيش فكرة أنا تعبت قد إيه في الرسالة دي، لدرجة إن أنا كنت بصحى من النوم عشان أصور المشاكل دي لايف، وطبعا كنت بتتعرضي للإصابات. ياه كتير، لدرجة إن أنا كنت بفكر أأمن على نفسي. دكتورة مريم، النجاح في الرسالة المتميزة دي هتهديه لمين؟ طبعا ههديه لأمي اللي صبرت عليا لحد ما خلصت رسالتي دي، وبهديها طبعا لدكتوري مشرف الرسالة دكتور غربان، وطبعا بهديها لكل تلامذتي اللي هيقروا الرسالة دي. بهديه لكل زوج وزوجة إن هما يقروا أكتر ويفهموا إن الحياة مش كلها مشاكل، وإن إحنا ممكن نتجنب الحاجات دي. سجلت لي الحلقة؟ سعداء، وإن إحنا أيوه يعني ممكن نستمتع بحياتنا إيه ده، أنت مش بتتفرج معايا ولا إيه؟ عايز انام. بس أنا كنت مصممة برضو إن أنا أخلص الرسالة بتاعتي للآخر، علشان الناس تعرف إن المشاكل دي ممكن نتجنبها من أول يوم. دكتورة مريم، أنا كنت سعيدة جدا باللقاء معاكي النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في وقت قريب. ميرسي جدا، شكرا. مها الغزالي كانت عايزة تتجوزني وأنا رفضت وسبت الشركة. ورفضت ليه؟ يعني ما حبيتش أغلط نفس الغلطة اللي غلطتها هي زمان لما اتجوزت واحد أكبر منها في السن. بس هي يعني مش أكبر منك بكتير، وفلوسها تعوض كل ده. فلوسها دي هي المشكلة، لأن أنا مش عارض نفسي للبيع. أنت خدت ورقك منها إزاي؟ كتبت على نفسي وصل أمانة ب10,000 جنيه. ليه؟ ما هو ده المبلغ اللي كانت مديهولي سلفى لما اشتغلت معاها. الشيك ده تصرفه بكرة الصبح من البنك، وطيران على مها، وتاخد منها وصل الأمان. خلي الموضوع ده بيني وبينك. لا شكرا، أنا مش هقدر أعمل كده. ده موضوعي وأنا اللي هحله. وبعدين مش هسيبكم تخسروا مها الغزالي بسببي. تقصد إيه يعني؟ من بكرة هدور على شغل في حتة تانية. عن إذنك. كنت خايف ما تجيش. أنا ما كنتش جاية فعلا، لحد ما لقيت نفسي تعبانة أكتر من الأول. طيب خلينا نبتدي من ساعة ما وقفنا المرة اللي فاتت. انتي بتشكي ان جوزك بيخونك. مين؟
مع اختي. جوزي بيخوني مع اختي. انت متأكدة؟ سمعتهم اكتر من مره هما بيتكلموا مع بعض. تقصد ان هي كمان؟ لما سالتها هي انكرت، وانا كنت متاكده ان هي تتجوز واحد تاني خالص، لحد ما لقيتهم سابوا بعض. وده اللي خلاكي تقلقي انها ممكن تكون رجعت تفكر فيه تاني. حتى لو ما فكرتش فيه هو بيفكر فيها. انا اصلا ما بقيتش احبه ولا بقيت طايقاه ولا بقيت اغير عليه. انا اعتبرت نفسي متطلقه منه من بدري. انا بعد ما اديت له كل حاجه هو غدر بيا. ده لوحده كافي قوي انه يقتل الحب، حتى لو مش اختي. انت ازاي تعملي حاجه زي كده من ورايا؟ غوشتي وانا حره فيها. كل ده عشان اتاخرت يومين على القسط بتاع شاكر عرنوس؟ القسط ده اصلا انت مالكش دعوه بيه، خليك في قصتك انت يا عيسى. بس ده ما كانش اتفاقنا. يا عيسى غيرنا اتفاقنا، ما حصلش حاجه يعني. سامع يا خالتي بتقول ايه؟ يا ابني هي ما تقصدش، هي خايفه عليك، مش عايزه تحملك فوق طاقتك. هو انا كنت اشتكيت؟ ولا هي فاكراني هبقى فرحان وانا عايش على وش الدنيا وشايفها بيتباع دهبها؟ وانا كمان مش هفرح يا عيسى بحته غوشه وانا عارفه ان انا ورايا ديون متلتله. ان شاء الله هلاقي شغل تاني واسدد بقيه الاقساط بتاع سيزيفتا عرنوس ده. مالكش دعوه بيا بقى يا اخي، مالكش دعوه بيا يا عيسى. مش هينوبك من ورايا غير كل هم وغم، وانت اصلا مش ناقص. ايه يا خالتي؟ ايه قصه مالكش دعوه بيا دي؟ يعني خلاص مش هربطه بيا تاني، مش هفضل سبب فقره بقيت عمري. الكلام ده انت بتقوليه من ورا قلبك، انتوا الاتنين ما تعرفوش تعيشوا من غير بعض. كان عندها حق مها الغزالي لما قالت لي اللي بيحب حد بجد ما بيقفش قدام مصلحته. وايه اللي جاب سيره الزفته دي دلوقتي؟ يا ريتني سمعت كلامها، يا ريتني سبته لها يتهنى بفلوسها. وخدتي منها المليون جنيه اللي عرضتهم عليكي. ليه لا؟ على فكره المليون جنيه دول كان ممكن يحلوا لنا مشاكلنا بقيت عمرنا. ساره دي الحقيقه، دي الحقيقه يا ماما اللي مش هنقدر نهرب منها. احنا فقرنا هيقتلنا، حتى لو سابنا عايشين مش هيرحمنا، هيفضل يذل فينا ويكتم على نفسنا بقيت عمرنا. يا عبيطه يا عبيطه، انتوا الاتنين عايشين بحبكم لبعض. اللي زينا يا ماما مش من حقه يحب ولا يتحب. ولعلمك بقى انا من بكره الصبح هرجع اشتغل عند عرنوس. انت جنيتي. ولعلمك بقى عيسى مش هيسيبك ترجعي. عيسى مش هيقدر يمنعني، عشان هو نفسه هيروح يشتغل عند مها غصب عنه عشان الفلوس اللي اديتها له واللي لسه هتديها له. عيسى عمره ما كان بيجري ورا الفلوس. عشان كنت لسه ماسكه في ايده. بس خلاص مش هسيبه يتسجن واقف اتفرج عليه. لو بحبه بجد لازم احل عنه واخلصه مني ومن مشاكلي. ما تصعبهاش علينا يا مها، احنا مش عايزين نخسرك ولا عاوزين نخسر عيسى برضه. ما كنتش فاكره ان عيسى غالي عليكم قوي كده. احنا مش هنقدر نتخلى عنه بعد ما انقذ حياة ياسر، وحتى لو اجبرتينا على كده مش هيرجع لك. هو اللي فهمك كده؟ لا هو ما قاليش كده بالظبط، بس اللي زي عيسى ما بيستسلمش بسهوله. انا ما كنتش عايزاه يرجع لي، انا اكرمته كتير وهو سابني فجأة. انا بس كنت كارهه ان هو يبقى عندكم وانا بشتغل معاكم. بتقولي كنتي كارهه؟ كارهاه، بس لو انتم متمسكين بيه قوي كده انا ما عنديش مشاكل ان هو يشتغل معاكم. تصوري انا كان اقصى طموحي تقولي سيبيني افكر. لا يا رانيا، انت مجيتك غاليه قوي عندي، ولا 10 زي عيسى يزعلونا من بعض. طب حلو كده علشان نعرف نركز في شغلنا احسن. طبعا. ايه ده انت رايحه فين؟ ما شربتيش حاجه؟ اطير بقى على ياسر اقول له الخبر الحلو ده. ياسر ولا عيسى؟ ياسر الاول.
مالها اخت الشواربي خارجه مبسوطه قوي كده؟ مفيش، كبرت دماغي من الموضوع عايزه، سبته يشتغل عندها. كبرت دماغي ولا لقيتيها فرصه تشوفيه طول ما هو شغال معاهم؟ هو انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقه. اصل هو لو راح يشتغل في حته تانية جايز ما تشوفوش تاني، مش كده؟ يبقى كده. عارف انت بقالك قد ايه ما جيتش هنا؟ حبيبتي انا كنت في المستشفى. من قبل المستشفى وانت متغير. كنت بتبقى معايا وانت بتفكر فيها. هي مين دي يا امل؟ البنت اللي انا معرفهاش، اللي خدتك مني طول الفترة اللي فاتت. حبيبتي وانت بتقولي ايه بالظبط؟ ما تستغربش، انا بسمعك من غير ما تتكلم، بحس بيك حتى وانت مش معايا. لو كنت عارف ان انت هتوصلي لي محكمة بصراحة ما كنتش جيت اصلا. بالعكس، انا عارفة ان انتوا يمكن دلوقتي تكونوا مش مع بعض، يمكن تكون هي بعدت من نفسها، عشان كده انت جيت عايز تنساها بيا. ايه ده؟ وانا بقى المفروض ارد على الاوهام الكتير بقى اللي في دماغك دي؟ لا خالص، عايزك بس تفهم حاجة واحدة، ان انت عمرك في حياتك ما هتلاقي حد يحبك زي ولا يفهمك زي. بس انا مش هينفع افضل طول الوقت بلان بي. هيجي وقت ياسر ومش هتلاقيني انا كمان. ما كانش ممكن اوصل لنتيجه مع داليا قبل ما اقعد معاكي الاول. يعني افهم من كلامك ان انا جزء من مشكلتها؟ على الاقل هي فاهمه كده. هي قالت لك ايه؟ كرهت جوزها لما اتاكدت ان هو بيحبك. وطبعا قالت لك ان انا كمان بحب. هي لسه مش متاكده من مشاعرك ناحيته، لكن عارفه ان هو طمعان في فلوسك، مش هيسيبك، مش هيبطل يفكر فيكي. علشان كده هي طلبت الطلاق. كويس قوي انها ما وصلتش لابعد من كده. واحده في مكانها كان ممكن قوي انها تفكر في الانتحار مثلا. انتحار؟ اي ست بتتصدم لما تعرف ان جوزها بيحب واحده ست غيرها، وبتزيد الصدمه اكتر لما الست دي تبقى اختها. دكتور، انا عايزك تقول لها ان انا ما بحبوش وما حاولتش اخده منها. انا عايزك انت اللي تقولي لها كده وتفهميها كده بنفسك، عشان كده انا اتصلت بيكي. ولو صممت على الطلاق اعرفي ان هو ده الحل الوحيد للازمه اللي هي فيها. ياسر هو اللي بعتك ليا؟ ياسر بيه ما يعرفش ان انا عندك دلوقتي، وجايز لو عرف يزعل مني. يعني انت جاي لي من نفسك؟ انا جاي لك بالاتفاق مع انسه رانيا. وجاي تبيع لي ايه؟ هدنه طويله مع مستر ياسر. هدنه؟ الجيم اللي بينكم تعبك على قد ما تعب، وانتوا الاتنين مش هتعرفوا تركزوا في شغلكم طول ما انتوا بتحاربوا بعض. بس انا بقى ما بعرفش اشتغل الا لما يكون في حرب. ما كنتش فكرت تخلص مني. اخلص من مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طمن، انا الشاهد الوحيد، يعني لو سكت محدش غيري هيبلغ عنك. ده انت جاي تهددني بقى؟ انت لو وافقت على الهدنه ولا انت ولا مستر ياسر هتحتاجوا تهددوا بعض. بس كل هدنه وليها شروط. اقعدوا مع بعض واللي ليه حاجه عند التاني هياخدها. ومين يضمن لي ان انا اخد حقي منه؟ انا. يا للدرجه دي كلمتك مسموعه عنده؟
ما تنساش ان انا اللي انقذته من الموت. يعني بقى عارف كويس قوي ان انا مش عايز حاجه غير مصلحته. وليد جايب لك عريس. مش هقابله ليه؟ عشان حضرتك عارف اني مشغوله مع يارا. يعني تحبي نأجل المقابلة لحد ما يارا ما تمشي؟ او نلغيها احسن. ليه يا حبيبتي؟ هو انت تعرفي العريس ده؟ لا، امال رافضاه ليه قبل ما تشوفيه؟ واحد شافني في النادي فقرر يتقدم لي. يعني تفكيره قديم ودماغه تخوف. وبعدين ده صاحب وليد، وانا مش عايزه اي حد من طرفه. حبيبتي بس ده مش اول عريس ترفضيه، والاتنين اللي جولك قبل كده ما كانوش من طرف وليد. يا بابا انا مش عايزه اتجوز بالطريقه دي. طب عشان افهم بس، الطريقة هي اللي مش عاجباكي ولا في حد تاني؟ يعني حد تاني زي مين؟ انا خايف اللي في دماغي يطلع صح، والكلام اللي بيقوله اخوكي انك لسه بتقابلي شريف. يا بابا يا بابا انا اسمعيني، انا مش عايز اسمع رد منك دلوقتي، لا ولا لا. بس كل اللي عاوز اقوله لك كلمتين وتحطيهم حلقة في ودنك. الحب الحقيقي يا حبيبتي هو اللي بيكبر وتبقي فخورة بيه، مش اللي تخبيه وتبقي مكشوفة منه. فاهماني؟ تصبح على خير. ده شيك من عبد الله الشلقاني ب 200,000 جنيه، وده شيك من حسام خليل ب 70,000 جنيه. لذينه. طب ازاي؟ انت عارف ان انا بقالي 3 سنين مش عارف اجيب منهم جنيه واحد؟ عارف. وعارف كمان ان الشيف حاططهم انها ديون معدومه؟ انا ما عنديش حاجه اسمها ديون معدومه. طالما فلوسنا يبقى لازم نحصلها. طيب قول لي، يعني هم ردوا عليك ازاي لما اتصلت بيهم؟ لا، ما هو انا ما اتصلتش، انا طبيت عليهم. هم وثلاثه تانيين كان لينا فلوس عندهم، بس دول تقريبا اللي انا غتت عليهم لغايه لما عرفت اخد الفلوس. والله العظيم يا ابني انت برنس. بص انا هطلع لك مكافاه 5% من المبلغ نفسه. بس انا ما عملتش كده علشان المكافاه. عارف عيسى ان انت عملت كده عشان الشركه وعشان حبيبها. بس اعتبرني يا سيدي بطلع لك مكافاه صغيره اهو، بحفزك عشان تجيب بقيه فلوس اللي بره. هيحصل ان شاء الله. بس انا كنت طمعان في مكافاه تانية. خير، امرني. الشركه كانت منزله اعلان عن موظفه علاقات عامه، وانا عندي جارتي في العماره بكالوريوس تجاره زي حالتي، بس ايه، حته بنت شاطره شطاره. خلاص هتلاقي بكره الصبح وان شاء الله خير. مش عارف اقول لك ايه. هشتغل معاك في نفس الشركه؟ قولي يا رب. والله صبرتوني ورتوا يا ولاد. المهم بس يوافقوا عليها يا خالتي. هم يقدروا ما يوافقوش عليا بعد كل اللي انت عملته عشانهم؟ مش كفايه ان انت انقذت حياه الراجل؟ اهو ده بقى اللي انا كنت خايف منه، تخش الشركه معتمده عليا مش على مؤهلاتك. هم يلاقوا مؤهلاتي فين اصلا؟ طب ادعوا ربنا بس ان انا اللي وافق عليهم مش هم اللي يوافقوا عليا. انا ما بحبش الواسطه، انا كل اللي عملته لك مش هخليكي تستني في الدور زي بقيه البنات اللي متقدمين للوظيفه. ولازم يا ساره وانت رايحه تلبسي احلى حاجه عندك. ايوه يا بنتي انت هتشتغلي في العلاقات العامه. الانترفيو بكره بتاعك الساعه 11. هسيبك تجهزي من دلوقتي وتحضري السي في بتاعك. مش الساعه 11؟ طب انا هاجي معاك في العربيه. وتقعدي فين لغايه ميعاد الانترفيو ان شاء الله. يعني ايه اقعد فين؟ هو ايه يا ماما اللي اقعد فين؟ هقعد في مكتبك طبعا، ومش انا خطيبتك؟ لا، انا مش قايل لهم ان انت خطيبتي، وانت كمان اوعي تغلطي وتقعي بلسانك قدامهم. ليه يا ابني؟ هو في الشغل عندكم ممنوع الواحد يخطب ولا يتجوز؟ لا مش الفكره يا خالتي، بس انا مش عايزهم يقولوا ان انا جايب خطيبتي تشتغل وانا لسه بادئ شغل عندهم. يا سلام. طب ايه رايك بقى ان انا اللي مش عايزاهم يعرفوا انك خطيبي، وهعتمد على نفسي وهتشوف يا عيسى. ادعي بس ربنا ان انا استحملك الصبح في الشركه وبالليل في العماره. يا رب انا اللي استحملك. انا كان مالي ومال الشهره الهباب دي. دمك مش خفيف على فكره. اشرفك والله، لا شرف. سلام. مع السلامه يا ابني. مبروك يا ساره. الله يبارك فيك يا ماما. ماما والله العظيم انا كنت عايزه اقول له شغلني معاك بس اتكسف. هي جت من عند ربنا يا عبيد. حبيبتي يا ما انت كريم يا رب. البس ايه؟ البس اتفضلي. شكرا.
عيسى مهتم بيكي قوي. يا رب ابقى عند حسن ظنه. انتي بقى جارته من امتى؟ من يوم ما اتولدنا تقريبا. اصل احنا حضرتك مولودين في نفس العماره ومولودين في نفس السنه. اوكي. السي في بتاعي. ده انتي خريجة تجارة زي عيسى ونفس سنة التخرج كمان. وحضرتك عارفه هو اتخرج سنه كام؟ اشتغلتي في مكتب كمبيوتر، محل ملابس، مصنع حلويات، مش كده؟ مظبوط. بس احنا الوظيفة اللي عندنا public relation. لا ما هو انا حضرتك في مكتب الكمبيوتر وفي محل الملابس كنت شغاله مع العملاء على طول، ودي بابليك ريليشن. وعلى فكره انا العملاء كانوا بيطلبوني بالاسم، يعني كانوا بيجوا علشاني. اوكي. احنا الوظيفة اللي عندنا هتتعاملي مع اجانب، يعني فيها انجلش. انتي دراستك ايه؟ خريجة لغات؟ لا انا مدارس حكومه، بس انا الانجليزي بتاعي ماشيني، اصلا كنت شاطره فيه قوي، كنت دايما لما بيجي. خلاص. طيب الحالة الاجتماعية بتاعتك ايه؟ متجوزة، مخطوبة؟ لا ولا ده ولا ده. طيب سيبي السي في بتاعك يومين 3 ونبقى نرد عليكي. اتفضلي. شكرا. علاء، خير. يعني ما ردتش عليا في موضوع داليا؟ انا قلت لك الموضوع ده صعب ومحتاج تفكير. علاء، انت عايز تقنعني ان انت كل ده ما فكرتش؟ فكرت، وبصراحه كرامتي نقحت عليا. انا مش هقدر اعيش مع واحده مخوناني ومش طايقه تبص في وشي. حلو، يعني موافق على الطلاق؟ بس بالشروط اللي اتفقنا عليها. ننزل عن كل حاجه. طبعا. صحيح. انا ما عنديش مكان تاني اعيش فيه. اللي انا قلته ضحك. اصل كنت متوقعه انك هتقول لي كده. يعني انا غلطان ان انا امنت لها واتجوزت في شقتها؟ طب اجيب شقه منين دلوقتي انا؟ ايوه علاء، انا مش هقدر اقول لداليا سيبي شقتك، ما عندهاش شقه تانية. ما هي دي بقى مشكله تانية. ولا مشكله ولا حاجه. انا هجيب لك شقه ايجار. انا اموت وسم الايجار ده ما احبوش. يعني ايه؟ اشتري لي شقه باسمي وهو القسط قريب من الايجار. لا مش شقه كبيره قوي، يعني شقه صغيره فيها ما انت هتستخسري في اختك الوحيده حته شقه قصاد ايه؟ انك تخلصيها من الراجل اللي مش طايقاه ومخوناه ومش طايقه تبص في وشه. حاضر، هجيب لك شقه. مش صغيره قوي يعني كده، تبقى حاجه حلوه. اتفضل. امل قالت لي انك عايزاني. كنت بتوصل سارة مش كده؟ مش للدرجه، انا بس كنت بطمن عملت ايه في الانترفيو. واضح ان امرها يهمك قوي. انا قلت لك قبل كده انها جارتي من زمان، وهي يتيمه وما عندهاش اخوات ولاد. ده انتوا كمان كنتوا في كلية واحدة. ما هي نص مصر بتخش تجاره. بس شكلها كده مش شاطرة زيك. ليه؟ دي اجتماعيه جدا. يعني الانجليش بتاعها ضعيف جدا، ما اشتغلتش public relation قبل كده. يعني مش هتقبل في الوظيفه؟ والله هي من ناحية الوظيفة هي ما تستحقهاش، إلا لو كان ده هيزعلك. لا طبعا انا ما ازعلش من الحق، ومصلحه الشركه اهم. بس بس إيه يا عيسى؟ يمكن صعبانه عليا عشان انا عارف ظروفها كويس. ولو من ناحيه الانجليش دي انا ممكن اخليها تاخد كورسات مكثفه لغايه لما تبقى كويسه، وافضل جنبها في الشغل لغايه لما تتعلم.
انا لو مش شايف ان هي هيطلع منها حاجه كويسه ما كنتش اتحمست لها بالشكل ده. احنا ممكن نخليها شهر مثلا تحت التمرين. طيب يا عيسى، انا هنجحها في التصفيه بتاعتي، بس ياسر هيشوفها وهيشوف 2 تانيين ويختار واحده ما بينهم. متشكر جدا لحضرتك. نعم. عن اذنك. ايوه دخل اللي بعدها. ادخل. سارة يا ريس، جارتي اللي كلمت حضرتك عليها. اهلا. اهلا يا سكر، اتفضل. اهلا بحضرتك يا فندم. ده ياسر بيه صاحب الشركة دي، وهو اللي هيقول إذا كان ينفع تشتغلي معانا هنا ولا لا. خشوا. على فكره ماما سابت لنا البيت وراحت عند خالته في اسكندريه. عادي بقى يعني، ما انت عارفه ماما كل ما تزعل شويه تسافر. لا بس انا حاسه ان احنا المره دي زودناها معاها شويه. انت ما تخافيش، هي ترجع من اسكندريه ناسيه موضوع الجواز ده خالص، وبعدين مش هينفع اصلا. ما ينفعش تتجوز وكل الناس دي مش موافقه. بس مش هتبطل تحبه. ممكن ما اسمعش منك الكلمه دي تاني؟ اوكي. عملت ايه مع البنت اللي جابها عيسى؟ هتشغلها معانا؟ انت شايفه ايه؟ يعني شايفه انها اقل خبره في ال3. حرام عليكي، مش قوي كده يعني. لا خالص، ما عندهاش خبره، معهاش لانجوج. بس انا بصراحه مش عايز ازعل عيسى يعني. بس انت عمرك ما جاملت حد بقى على حساب الشغل. ايوه بس انا هشغلها تحت التمرين مثلا، وبعدين اشوف يعني تعمل ايه في الايام اللي جايه. اوكي، والبنتين التانيين؟ لا دول مش هحتاج لهم دلوقتي خالص. انت شايف انها جارة عيسى وبس؟ ليه؟ هو انت شايفه حاجه تانية؟ يعني حاسه ان هو مهتم بيها زياده عن اللزوم. اوكي. عادي يعني، هو ممكن تبقى صعبانه عليه او يتيمه زي ما هو قال لي. ايوه بس انا سالت البنت قالت لي انا لا متجوزه ولا مخطوبه ولا اي حاجه. طيب لو في حاجه ما بينهم ايه اللي هيخليهم يخبوا؟ يعني يمكن عشان حاجه مش رسمي، وخايف بس برضه يبقى يقول ان هو احنا جايب صاحبتي شغاله معاكم في الشركه كده يعني. بلاش نستعجل، كله مع الوقت هيبان. انت قادر. مبروك، بقيتي زميلتي في الشغل. يا ما انت كريم يا رب. طب والله العظيم قلبي كان حاسس انهم هيوافقوا عليها. طبعا يا خالتي، هم يعني كانوا هيلاقوا زيها فين؟ اتعينتي 3 شهور تحت التمرين، بس انا واثق ان بعد اول شهر هتتثبتي. قدامك نص ساعه تلبسي وتحضري نفسك وتنزلي معايا. فين؟ على الشغل طبعا. على طول كده؟ ايوه، مستر ياسر قال انك هتستلمي الشغل النهارده، وكمان هتبداي كورس انجليزي على حسابه. ماشيه معاك يا عم؟ لا معلش يا عيسى، انا اصلي ما يعني لسه مش مستعده. مش مستعده؟ مش مستعده ايه؟ حد يضيع فرصه زي دي من ايده؟ انت مجنونه يا بنتي، ما تتكلمي يا خالتي. هي يا بنتي عيسى عنده حق، حلاوتها في حمواتها. يا جماعه بالراحه بس، انا مش حاسه ان انا مستريحه للشغلانه دي. نعم، ده احنا ما صدقنا وافقوا. هنشتغل انا وانت في مكان واحد، وهتروحي وتيجي معايا في العربيه. البنت اخت المدير اصلا مش طايقاني، وحاسه انها هتفضل ورايا لحد ما تطفشني من الشركه خالص. بالعكس، لما تعرف انك من طرفي مستحيل تاذيكي. طب اديني بس فرصه افكر. سامعه يا خالتي بتقول ايه؟ هتطير الوظيفه من ايديها.
معلش يا ابني، روح انت على شغلك وسيبها لي لحد بكره. ماشي، بس اعملي حسابك ان انا مش هتحشر لها في اي حاجه تاني، وبرضه مش هسيبها تدور على شغل بطريقتها. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. ايه حكايتك؟ انت مش كنت هتموتي على الشغلانه دي؟ صاحب الشركه يا ماما. ماله؟ يبقى ياسر الشواربي اللي كان عمال يتصل بيا من ساعه ما كسر لي الموبايل وجاب لي غيره. انا راجعت الميزانيه بتاعت المناقصه اللي بعتها لنا مع الغزالي، ودي ملحوظاتي عليها. اقعد يا عيسى. الميزانيه دي لو اتنفذت زي ما هي هتوفر لنا 3 مليون جنيه. 3 مليون؟ ده على الاقل، ويمكن اكتر كمان. خلاص، انت بقى تسيبها لي ادرسها براحتي، ممكن؟ تمام، بس يا ريت ما تقولش لمدام مها ان دي ملحوظاتي. انت عارف هي قد ايه كرهاني من ساعه ما سبتها وجيت لكم. ما تقلقش يا سيدي، هقول لها ان دي ملحوظات انا. تأمرني بحاجه تاني؟ عايزك تقول لساره تقعد مع امل، هتقول لها مواعيد الكورس اللي حجزناه لها، وتعرفها يعني حبه معلومات عن الشغل. حاضر، اول ما تيجي ان شاء الله. اول ما تيجي؟ هي لسه ما جاتش لحد دلوقتي؟ لا، هي اصلها قالت لي ان هي محتاجه شويه وقت علشان تستعد. وقت قد ايه يعني؟ مش عارف والله، بس على العموم انا هسالها لما ارجع الليله دي ان شاء الله. غريبه قوي يا عيسى، انت فهمتني البنت دي محتاجه الشغل جدا. طبعا. انا مش عايز حضرتك تقلق، على العموم هي لو ما جاتش احنا ممكن نجيب اي حد تاني. نبقى نتناقش في الموضوع ده بعدين. عن اذنك. الو. ايه؟ ما جيتش ليه تستلم الشغل؟ انا ما كنتش اعرف انك صاحب الشركه. وانا كمان ما كنتش اعرف ان انت جارة عيسى. تخيلي، كنت بتحاولي تهربي مني كل ده وفي الاخر جيتي لحد عندي. ما تتعبش نفسك، انا خلاص هدور على شغل تاني. مش هتستريحي في اي مكان تاني غير عندي. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ ايه؟ لسه خايفة مني؟ ما سألتش نفسك ليه ربنا جابك لحد عندي برجليكي بعد ما فضلت كل ده هربانة مني؟ سألت بس مش لاقي إجابة. لما نتقابل هتعرفي الإجابة بنفسك. لا صعب جدا طبعا. لا مش صعب خالص. على فكرة احنا محتاجين نقعد مع بعض نص ساعة بس، وصدقيني النص ساعة دي هتفرق معانا احنا الاتنين. أنا أصلي خايفة يعني حد يعرف إننا هنتقابل. عيسى مثلا؟ عيسى أو أي حد. لا يا سارة ما تخافيش، أنا مش هقول لحد خالص، محدش هيعرف. سلام. مسافرة؟ طيارتي بعد ساعتين، بس مش هتأخر، اسبوع وراجع. طبعا، ما انت مالكيش زوج مستنيكي هنا. ما انا اللي اتحايلت عليك تيجي معايا وانت اللي مرضتش. انا نفسي نسافر سوا بس انت اللي تيجي معايا. هو ده وقت يعني حوار زي ده وانا عماله اجري عشان الحق الطياره؟ لا عندك حق، انا اللي غلطان فعلا. قول بقى انك غيران من نجاحي ده بدل ما تفرح لي. اغير من نجاحك ازاي لازم كنت انا شريك فيه؟ ايه؟ شريكي؟ ما انت ممكن تحكي على الناس كلها الا انا. لولايا ما كنتيش خدتي الماجستير اللي عمل منك استاذه في اكتر من جامعه وبتطلعي في التلفزيون والله اعلم جاي ايه كمان. ايوه اظهر وبان. قول بقى ان انا من غيرك ما اسواش حاجه. لا بس انت اللي عايزه تنسي وقفتي جنبك والمجهود اللي عملته معاكي عشان ابقى لك حجه ان انت تنشغلي عني.
انا ما عنديش وقت ارد عليك، براحتي مع الاسف. كويس قوي اني عرفت نيتك قبل ما اسافر. مالها نيتي؟ ردي عليا، مالها نيتي بقى ان شاء الله؟ انت اللي من يوم ما عرفتك وانت ما بتفكريش الا في نفسك. واتجوزتني ليه؟ انت اللي اتجوزتيني ليه؟ طالما انت مش مهتمه بيا ولا بالبيت ولا باي حاجه ممكن تربطنا سوا. عندك ايه غير اللي قلتولي في التليفون؟ عيسى بيحبك؟ هو اللي قالك كده؟ انا بسألك. ايه؟ خايفة تقولي ان هو بيحبك فهتطرده من الشركة؟ هو انت ممكن تعمل كده فعلا؟ سارة، انا مش وحش قوي كده. وبعدين عمري ما هنسى ان عيسى هو اللي انقذ حياتي. بيحبك، قال بقى يجيبك الشركة عشان تبقى قريبة منه. طيب وانتي؟ انا من ساعة ما وعيت على الدنيا ما شفتش راجل غيره. جاري وابويا واخويا وصاحبي وزميلي كل حاجة. عمري ما تخيلت ان يكون لواحدة غيري او اكون لراجل غيره. عشان عمرك ما عرفتي راجل غيره. جايز. طيب كانت فرصة تشتغلي في شركتي وتبقي جنبه. ده لو ما كنتش انت لسه بتفكر فيا. انتي خايفة مني ولا خايفة على عيسى؟ الاتنين. صراحتك دي أكتر حاجة عجباني فيكي. يعني انت عايز نكدب عشان تستريح؟ لا خالص. بالعكس، خليكي زي ما انتي كده بالظبط. وانت كمان من فضلك خليك زي ما انت مع عيسى، وانا اكيد هلاقي شغلانه في اي مكان تاني. عن إذنك. مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟ اللي بيني وبينك شغل وبس. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ولا عايز تعرف علاقتها بعيسى؟ كان لازم اطلقها من زمان قوي. نفسي اصدق. كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا. فهمهم ان انت جارتي وبس. اشمعنى تقوليها لي انا بالذات؟ هي ما كانتش تعرف الناس. ايه؟ مفيش اخبار عن ماما؟ لسه ما اعرفش جايه امتى. وانت ما رحتلهاش؟ يعني مش حابه اضغط عليها اكتر من كده. عاوز تقول حاجه؟ للدرجه دي باين عليا؟ اخويا من زمان بقى كده وحافظك يعني. ارخي. انا قابلت ساره. ساره مين؟ ساره جارة عيسى. جت امتى دي؟ هي ما جاتش، انا قابلتها بره. ليه؟ يعني كنت عايز افهم هي ليه رفضت شغلي بعد ما احنا وافقنا عليها في الشركه. ولا عايز تعرف علاقتها بعيسى؟ ولا انت اللي عايزه تعرفي؟ قالت لك ايه؟ عرفت ان هي وعيسى مخطوبين، او يعني مش بالظبط مرتبطين، ومستنيين بس الظروف تتحسن بقى عشان يخلوها رسمي. وايه اللي خلاها غيرت رايها يعني وما تشتغلش معانا؟ هي ما كانتش تعرف ان انا صاحب الشركه. هي تعرفك قبل كده؟ ايوه. هي دي البنت اللي انت جبتها من الموبايل؟ هي. ايه الصدفه الغريبه دي؟ يعني هي مش صدفه ولا حاجه يعني. انا كنت طالع عند مها وقابلتها وهي نازله. من واضح كده ان هي كانت جايه تزور عيسى. هو عيسى يعرف ان انت؟ لا ما يعرفش. ما ينفعش يعرف خالص. عيسى؟ مالك اتخضيتي كده ليه لما شفتيني؟
لا ما اتخضتش، بس انت ما قلتليش يعني انك جاي دلوقتي. وانا ما كنتش جاي، بس انا مش عارف انام قبل ما افهم. عايز تفهم ايه يا عيسى؟ ليه رفضتي تشتغلي معايا؟ هو انا اصلي يعني انا حاسه بصراحه ان هما بيجاملوك علشاني، وانا عايزه اعتمد على نفسي. يا ساره افهمي، انا عايزك معايا، مش هامن عليكي في اي شغل تاني وانت بعيد عني. ما هو انا لو غلطت هيشيلوك ذنبي. اول مره احس انك مخبيه عني حاجه كبيره. حاجه ايه؟ انت اللي هتقولي. مفيش حاجه غير اللي قلتها لك. يبقى لازم تفكري تاني. مستر ياسر مديكي مهله لاخر الاسبوع، وانا مش عارف لو سالني عنك تاني هقول له ايه. لا اطمن، مش هيسال. وانتش عرفك بقى ان هو مش هيسال؟ هو يعني ملوش غيرنا يا عيسى؟ اكيد هيفهم ان انا بنت فقريه ومش وش نعمه. ماشي يا ساره، اشتغلتي معايا ما اشتغلتيش برضه هعرف ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك فجاه كده. باشا احنا عايزين نقوم هنا زي الاول واحسن كمان. وماله؟ بس بالنسبه للمخازن اللي اتحرقت والشيكات اللي اتسرقت. خسائر المخازن قد ايه يا ريس؟ 10 مليون جنيه. نعم. ليه يا نعيم؟ كنت بتخزن فيها دهب وانا ما اعرفش. ياسر بيه احنا اتفقنا تسيبني انا اللي اتكلم. اتفضل يا عيسى. هنقول خسائر المخازن 5 مليون والشيكات كانت ب3، يبقى انت ليك في ذمتنا 2 مليون جنيه. بس ده قليل قوي. انت رضيت بحكم من قبل ما نقعد. وبالنسبه لل 2 مليون هاخدهم ازاي؟ لا انت مش هتاخدهم. مش فاهم. دول بقى هنعتبرهم عربون صلح قصاد الرصاصه اللي جت في كتف ياسر بيه، واللي الحمد لله انها ما جاتش في القلب. ساعتها بقى ما كنتش هتقدر تفدي نفسك باي فلوس. انا موضوع الرصاصه ده ماليش علاقه بيه خالص. خلاص. انا برضو ماليش دعوه بموضوع المخازن اللي اتحرقت. وبالنسبه للمناقصه اللي خدتها مني انت ومال غزالي. لا يا نعيم، دي اعتبرها رد توكيل المانيا اللي انت خطفته مني في اخر لحظه، صح؟ بيتهيألي كده هنقوم حبايب وهنفتح صفحه جديده. كنت رايح فين؟ انا كنت جاي لحضرتك. انا قريت الملفات اللي انت بعتها لي. احنا لو قدرنا ننفذ الكلام ده بجد هنبقى وفرنا كتير قوي من ميزانيه المشروع. لا ولسه هنوفر اكتر من كده كمان. هو انت كنت جاي لي ليه؟ مستر ياسر اداني مكافأة عشان صالحته على نعيم. حكالي كان راجع مبسوط قوي امبارح. وقال لك المكافأة كام؟ الصراحه لا. 10,000 جنيه. انا ظهرت لحضرتك الشيك وكنت جاي لك دلوقتي علشان اديهولك. ليه؟ انت ناسيه السلفه اللي انت اديتيها لي؟ الدين اللي كان عليا المها؟ ما انا اكيد مش هاخد المكافاه اللي انت لسه ما لحقتش تفرح بيها. لا ما انا مش هفرح الا لو سددت الفلوس اللي عليا. ومين قال لك انك تسددها؟ اعتبرها مكافاه مني انا كمان. مكافأة؟ على ايه؟ على الفلوس اللي هتوفرها من الميزانيه. انا اسف. صحيح انا شفت كذا بنت في وظيفه السكرتيره. مش وقته. لسه عندك امل ليلى ترجع؟ مش هلاقي سكرتيره في شطارتها. انا مش فاهم انت مش قايله نفسك الذنب بتاعها ليه؟ مع انه المفروض انا اللي احس بالذنب. كان لازم اطلقها من زمان قوي. ما كانش ينفع افضل متجوزه وانا بحب اختها. هعمل نفسي مش سامعه حاجه. مش هتقدري، لان انت عارفه كويس ان انا اكتر واحد بحبك. واهو
ما بقاش في اي حاجه تمنعنا ان احنا نتجوز. انت مجنون؟ عايزني اتجوزك واخسر اختي؟ خلاص نتجوز في السر لغايه يعني ما هي تلاقي ابن الحلال وتتجوز. انسى، اللي بيني وبينك شغل وبس. اوعى تفتكر شويه الورق اللي احنا ستفناهم مع بعض هيخلوني مستحملاك اكتر من كده. لا يا مال، الحكايه مش حكايه ورق احنا استفناه. انا اللي عملت اي حاجه انت فيها دلوقتي، وخدت التمن وبقيت اللي انت فيه ده دلوقتي. مفيش حاجه ليها طعم من غيرك. كده هدور على سكرتيره ومدير حسابات. انت بتهدديني الرفض؟ لو عديت حدودك. حتى لو عرفت تطردني من الشركه مش هتعرفي تطلعيني من حياتك. قلت لي انك لقيت حل. ايوه طبعا. انا خلاص موافق ان انت تشتغلي معانا من غير ما تسيبي عيسى. ايه؟ مش مصدقاني ولا ايه؟ هو انت قلت كده لعيسى؟ لا طبعا. عيسى ما يعرفش ان انا وانت قاعدين دلوقتي مع بعض، وما يعرفش اصلا ان انا اعرفك من قبل ما تيجي الشركه. طيب هو انت فهمته ان انت عرفت ان انا وهو؟ لا طبعا. هو اللي للاسف فاهم ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص، وانا سايبه على كده. ليه؟ لاني مش عاوز اخسره. محتاجه معايا في الشغل ومحتاج انت كمان. يعني انت عايز تفهمني ان انت فجأة كده ممكن تنسى؟ اكيد مش فجأة يعني، بس لما اعجبت بيكي ما كنتش عارف ان انت مرتبطة. يعني انا افهم من كلامك ان انت مش هتكره عيسى حتى لو خطبني رسمي واتجوزنا؟ كان ممكن اكرهه لو هو اللي فرق ما بيني وما بينك، بس للاسف بقى انتوا الاتنين مرتبطين من الاول. وعلى فكرة انا فير جدا في الحاجات دي، ما اقدرش ابدا افرق ما بين اتنين بيحبوا بعض. اقول لك على حاجة كمان، انا اقدر اساعدكم ان انتوا تتجوزوا في اسرع وقت. طيب خلاص، يبقى مفيش داعي ان انا اشتغل معاكم. صعب. ساعتها عيسى ممكن يشك ويفضل يسأل كتير لحد ما يعرف الحقيقة، وساعتها ممكن يسيب الشغل وانا هو نخسر بعض خالص. نفسي اصدقك. انا مش محتاج اكذب عليكي. يلا، انت اكيد النهارده هتشوفي عيسى صح؟ قولي له ان انت فكرتي كويس ووافقتي انك تشتغلي في الشركه. اتفقنا؟ عارف انك بتحب البحر. خايفة يا مختار. خايفة من ايه بس؟ هو احنا مش خلاص اتجوزنا؟ بس اتجوزنا في السر. بس جواز رسمي. مفيش جواز رسمي بيفضل في السر. طب كنا هنعمل ايه؟ اذا كان الولاد ما بيفكروش غير في نفسهم وبس، مش حاسين بينا خالص. طب هنواجههم ازاي لما يعرفوا؟ ممكن ما تفكريش في المواضيع دلوقتي خالص، وخلينا فرحانين بأحلى حاجة عملناها في حياتنا. قصدك أجن حاجة عملناها في حياتنا؟ وماله؟ ما انت لما كنتيش بتحبيني ما كنتيش اتكلمتي معايا. أنا مش عارفة، بس أبقى قاعدة ازاي مع الولاد وأروح أقابلك من وراهم؟ هنتعود على كده لحد ما نعلن جوازنا إن شاء الله. وبعدين كنا هنعمل إيه يعني؟ هتبقي معايا يا ستي كل يوم في المطعم. هتمتع بيكي وأشوفك كل شوية. لو النبي بلاش المطعم، هيشكوا فينا. يشكوا فينا إيه بس؟ بالعكس، ده انت لو ما نزلتيش معايا الشغل هم فعلا هيشكوا فينا. طب هنتقابل فين؟ في شقة الزمالك. لو النبي بلاش شقة الزمالك، هم عارفينها والبواب ممكن يقول لهم. انت ليه محسسانا ان احنا بنعمل حاجة حرام ولا عيب؟ ايه هو ده؟ احنا ما بنعملش حاجة على فكرة مش مظبوطة. حاسة إن إحنا عاملين عملة. طب هقول لك حاجة حلوة. أنا هاخد لك شقة قريبة من المطعم. صباح الخير. صباح. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ حد يقول كده لزميلته جديدة في الشغل؟ زميلتي؟ ايوه. بص بصراحة أنا قلبتها في دماغي كتير وخفت أرفض الشغلانة، يعني لا تزعل مني. ايوه بس انت كده جيتي متأخر. المهلة اللي مديها لنا مستر ياسر خلصت من يومين. يا سيدي ما جاتش على يومين يعني.
طيب تعالي نشوف هنتحايل عليه بقى ولا هنعمل نتحايل على مين يا ابني؟ هو اللي عايزنا. اهو انا ما بخافش غير من الكلام ده. لا ما تخافش اصلا، عشان انا عديت عليه قبل ما اجيلك وما جابليش سيره اليومين ولا كل الكلام ده. عديتي عليه؟ ده ايه الجرأة دي؟ تلمستك. طب اقول لك ايه؟ تستلمي الشغل معانا؟ امال انا جايه لك ليه؟ ياه اخيرا هنبقى مع بعض في شغل واحد. ايوه عشان عينك دي ما تزوخش لا كده ولا كده. تزوخ فين؟ تزوخ فين؟ المهم انت اللي تبطلي جنانك، ما تحسسيهمش انك بتغيري عليا، علشان انا هي مفهمهم ان انت جارتي وبس. اطمن، انا ما قلتش حاجه تانية غير كده. ماشي. كنت فاكره انها مش راجعه تاني. لا بقى، هي طلعت ذكيه وما ضيعتش الوظيفه من ايديها. مع انها عارفه انك لسه بتفكر فيها. مين اللي قال لك كده؟ انت بنفسك قلت لي ان دي البنت بتاعت الموبايل اللي دوختك ورا. ايوه بس خلاص يعني بقى عرفت ان هي شبه مخطوبه. او انت بقى فجاه كده هتدوس على الزرار وتنساها يعني؟ مش فاهمه. ما عنديش حل تاني. طب مش خايف ان عيسى يعرف انك... هو انت ليه متخيله ان انا ممكن ابقى خايف من عيسى؟ مش الفكره، انا بس مش عايزاك تخسره بعد اللي عمله عشان... انا اللي عملت عشانه حاجات كتير جدا. انا لما شغلته هنا كنت ممكن اخسر مها فيها. انا مش فاهمه انت ليه مصمم تشغل البنت دي معانا، مش فاهمه. انا اللي مش فاهم هو انت ليه عامله له حساب قوي كده. مش عيسى، مش الفكره. كل الموضوع ان انا مش مرتاحه لساره دي بعد ما وافقت انها تشتغل معاك وهي مرتبطه بحد تاني. في ايه؟ ما هو كمان ما قالناش ان هو مرتبط بيها مثلا. فهمنا ان هي بنت جارته وظروفها صعبه وغلبانه وعمل فيلم هندي غريب كده شبهه. يعني ايه؟ مش فاهمه. يعني اهدي كده شويه. مع الوقت هنكتشف هم مرتبطين ولا لا. كله هيبان. شايفك احسن المره دي. ما بنامش كويس خالص. هغير لك المهدئ. تاني؟ بعد اللي احنا غيرناه؟ بس اكتشفت دواء جديد انا شخصيا بنام عليه اليومين دول. هو انت تعبان زيي؟ مش بالظبط، بس مراتي مسافره في شغل وبقعد كتير لوحدي. قربت ترجع؟ حتى لو رجعت برضه افضل لوحدي. ليه؟ من ساعه ما اتجوزنا وهي مشغوله عني ونسيت كل اللي انا عملته عشان توصل اللي هي فيه ده. بتحبها؟ مش عارف هفضل بحبها لغايه امتى. طب وهي؟ هي انا في اخر لستة الحاجات اللي هي بتحبها. ما تقعد تتكلم معاها وتقول لها. في حاجات لما بتطلب بيبقى دمها تقيل قوي. ايوه بس انت لازم تفهمها. مش لازم تفهم، لازم تحس لوحدها. بس انت كده مصعبها على نفسك قوي على فكره. صعبتها على نفسي من الاول لما قدمت تنازلات كتير وكنت مستني انها تردها لي. برضه انت هتفضل مشكلتك بسيطه. على الاقل يعني مفيش حد فيكم خان التاني. انا حاسس ان مراتي بتخن مع شغلها، واخدها طول الوقت عني، وغدرت بيا لما قالت لي انها هتفضلي بعد الماجستير. شغلت عني اكتر. انا مش عارفه بصراحه اقول لك ايه. متقوليش حاجه، سيبك من موضوعي انا، خلينا في موضوعك انت. لقيتي شغل؟ لسه مش لاقي حاجه مناسبه لغايه دلوقتي. عندك مانع تشتغلي سكرتيرة دكتور؟ دكتور مين؟ انا. بس رانيا. مبروك. شكرا. عايزه افهمك طبيعه شغلك؟
لا بس مستر ياسر قال لي انه هيقعد معايا وهيفهمني على كل حاجه. مستر ياسر مش فاضي، انت هتقعدي معايا انا. ماشي. ويا ريت تتعلمي بسرعه عشان ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده. حاضر. قولي لي، قدمتي على كورس الانجليش؟ لسه. لا، ما انت لازم تبقي فاهمه ان انت تحت التمرين. لو ما اتعلمتيش بسرعه هنشوف حد تاني غيرك. كل تعليماتك هتاخديها مني انا، وكل الريبورتس هتقدمها لي انا، مش مستر ياسر ولا عيسى. لا بس مستر ياسر ما قاليش كده. مستر ياسر مش هيكون فاضي عشان يقول لك حاجه. وخلصي اللي وراكي وتعالي ورايا على المكتب. اوكي؟ متشكر يا ريس على تعيين ساره. على ايه بس يا عم عيسى؟ انت تؤمر. عايزك بس تعرفها ان انت اتوسطت لها عشان تتعين، بس مش هينفع يعني تتوسط لها على طول. اطمن، انا هفضل جنبها لغايه لما افهمها الشغل ماشي ازاي. لا يا عيسى، لا، انا عايزك تفضل جنب انا عشان نرجع البضاعه اللي مركونه في المينا دي. هما لسه ما افرجوش عنها لغايه دلوقتي؟ تخيل، مع ان ورقنا كله في السليم، بس هم جايبين مأمور جمارك كده جديد معقد لنا الدنيا. طب انا اقدر اساعد ازاي في حاجه زي كده؟ والله لما فكرت لقيت مفيش حد احسن منك هو اللي يحل المشكله دي، زي ما عرفت كده تحل مشكله نعيم. قصدك اسافر له اسكندريه؟ بالظبط كده، تجيب اخره وتبلغني عشان اعرف اتعامل معاه ازاي. تحت امرك. بس انا مش عايزك ترجع من هناك كان وانت مخلص البضاعه من المينا، انا مش حامل اي خساره تاني. طمن يا ريس، مفيش خساره تاني ان شاء الله. ان شاء الله. استاذن انا؟ اتفضل، وانا هبعت معاك عربيه بسواق وحاجز لك فندق على البحر عشان تفتح نفسك على الشغل. بعد اذنك يا ريس. اتفضل. عرفت انهم جابوا موظف جديد معاك. ده يمكن يكون جاي بدالي. بدلك؟ قصدك ايه؟ انا مش عارف هرجع الشغل امتى يا وليد، وفي نفس الوقت كنت جاي اخد شويه حاجات وماشي على طول. ده ليه كده؟ سهام مراتي تعبانه قوي وحالتها مش مستقره، ما اقدرش اسيبها لوحدها. ما انا سمعتك وانت بتقول الكلام ده لسلمى لما كنت عندنا في البيت. كنتش عارف انك موجود او انك سمعت. انا سمعتك وشفتك كمان لما كنت جاي تاخد بنتك. الحقيقه يا وليد انا عايز اشكرك واشكر الاسره جدا انكم استضفتوا بنتي واحنا مسافرين، بجد متشكر قوي. سيدي لا شكر على واجب ولا حاجه، بس يعني كان عندي سؤال كده. اتفضل. انت يعني ممكن يحصل لك ظروف تانية تخليك تجيب بنتك عندنا تاني ولا تمام كده الحمد لله؟ لا يا وليد اطمن، احنا خلاص رجعنا من السفر. طب الحمد لله. معلش انت عارف بقى مسؤوليه كبيره برضو على سلمى. سلمى لسه صغيره، مش في حمل المسؤوليات دي كلها. يا رب ما اكونش اشتكيت لك من حاجه. والله هي في العاده مش بتشتكي، خصوصا بقى لو في اي موضوع يخصك انت بالذات. وليد عايز اقول لك ان سلمى ما عندهاش اي حاجه تخصني ممكن تخبيها عنك. تمام، بس لو اتثبت لي بقى عكس كده. قصدك ايه؟ شوف يا شريف، باختصار كده ومن غير ما ندخل في تفاصيل، سلمى تبقى اختي الوحيده. الفترة الجاية شكلها كده هتكون مشغولة عندكم عشان بتقدم لها عريس قبل بنتك. ربنا يوفقك. ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. استأذنك بقى عشان عندي شوية شغل. الأكل نزل. ما هو الأكل نزل والناس لسه ما جوش. ياسمين، مش حضرتك قلت لي إن ده غداء عمل؟ ايوه انا قلت فعلا ان هو غداء عمل، بس ما قلتش ان في ناس. أمال الغداء عمل مع مين؟ انا وانت. من غير عملاء؟ ايوه اعتبريها يا ستي انها تجربه لحد ما يجي عملاء. تجربة؟ على فكره الشغلانه مش سهله زي ما انت فاهمه، لازم تتمرني عليها كويس قوي. وأنا هتمرن إن أنا آكل الأكل ده كله لوحدي؟ ايوه يا ساره، تتمرني انك تاكلي ازاي، تتكلمي ازاي، تقولي ايه، تسكتي امتى، تفهميني من عينيا انا عاوزك تتصرفي ازاي مع مين وامتى وليه.
يا نهار ابيض، دي باين عليها شغلانه صعبه قوي. ايوه طبعا. وبعدين انت هتبقي واجهه الشركه، انت اول حد الناس هتقابله، وانت عارفه الانطباع الاول هو اللي بيدوم. طب انا ممكن اسالك بس، هو انت ليه قررت تغامر بواحده جديده زيي؟ يمكن عشان واثق ان انت هتنجحي. وهتبدا تعلمني امتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. ايه ده؟ ده عنوان بيوتي سنتر بتاع واحده صاحبتي، انا كلمتها عنك وهي هتعمل لك نيو لوك. نيو لوك؟ انت حلوه زي القمر، بس هي هتخليكي احلى. انت بس بلها نفسك، هتطلعي من هناك واحده تانية خالص. هو ليه طيب ده كله؟ قلت لك عشان الشغل، وانا كمان هبعتك لستايلست وخبيره اتيكيت. اقل من اسبوع هتلاقي نفسك واحده تانية خالص. كل حد اعرفه؟ عيسى. عيسى؟ غريبة انه بيكلمك دلوقتي. ليه يعني؟ عشان عارف ان هو ورانيا النهارده عندهم زحمة شغل كبيرة جدا. هي ميس رانيا مع عيسى في اسكندريه؟ ايوه مس رانيا مع عيسى. هو ما قالكيش؟ لا. طيب ايه؟ تردي عليه؟ مش عارفه. اول درس بقى تعلميه النهارده، واحنا في الشغل مش بنرد على تليفونات خالص. يلا كلي كلي بقى. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا رب تكوني أحسن دلوقتي. ما عارفة إن أنا زي ما سافرت زي ما رجعت. مش خايفة من الموت على فكرة، أنا بس قلقانة على يارا. لا خايفة عليها أوي. إن شاء الله تقومي لها بالسلامة، ربنا يخليكوا لبعض. أنا طلبتك دلوقتي عشان أقول لك وصيتي، بس توعديني ما تقوليهاش لحد بعد ما أموت. مش معنى تقوليها لي أنا بالذات. علشان انتي جزء من الوصية دي. أنا؟ يارا بتحبك، وأنا مش هطمن عليها مع حد غيرك. انتي الوحيدة اللي ممكن تكوني لها أم تانية بعدي. أنا مش فاهمة حاجة. انتي بتحبيها، بتحبي شريف كمان. أيوة يا مدام سيهان، بس أنا مش محتاجة تنفيلي تبرر لي عيشي. اسمعيني وبس يا سلمى، ما تقاطعنيش. أنا وصيتي ليكي بعد ما أموت تتجوزي شريف. هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليكي جنبي ورا طول الوقت. محدش هيحبها قدك ويخلي باله منها زيك. دي أغرب وصية سمعتها في حياتي. تقولي لي شريف بس في الوقت المناسب. أنا عارفة إنه أكبر منك في السن وهيبقى أرمل، وعنده بنت، وانتي ما سبقلكيش الجواز قبل كده. وهتلاقي ناس كتير تقف قصاد جوازكم ده. عايزاكي تقفي قصاد الناس دول على قد ما بتحبي يارا وشريف. وعديني من دلوقتي يا سلمى، وعديني.
ما كنتش عارفه انك شاطر قوي كده. من بعد ما عندكم. ده اكيد ياسر. اكيد عايز يطمن على السفر. اكيد اهو. الو. ايوه ياسر. مبروك. مش قادره اقول لك عيسى عمل مجهود قد ايه مع المأمور الجديد عشان ياخد الافراج. ان شاء الله بكره البضاعه هتكون موجوده في المخازن. اوكي يلا باي. حضر نفسك بقى، مكافأة جديدة. المهم الشحنه توصل بخير. بقول لك ايه رايك يعني لو نبات النهارده ونمشي بكره؟ ايوه بس ايه، انا ما لحقتش اشم هوا اسكندريه. معلش خليها مره تانية، انا اصلا مش هينفع اتاخر عن البيت اكتر من كده. عن البيت ولا عن ساره؟ هطلع احضر شنطتي. عن اذنك. اخيرا جيت. ما انت شايفاني مشغول قد ايه يا امل؟ بسارة ها؟ البنت اللي جبت لها الموبايل وعمال تفكر فيها من ساعتها. انت عرفتي منين؟ المهم ان انا عرفت. بتراقبيني يا امل؟ لسه ما نسيتش ان انا مراتك. طيب يا حبيبتي بصي، الموضوع ابسط من كده بكتير. عيله غلبانه وقعت لها موبايلها اتكسر، جبت لها موبايل مكانه بس. والغلبانه دي بقى ايه اللي جابها الشركه؟ عيسى قال لي انها جارته محتاجه الشغل. وانت طبعا ما تقدرش ترفض له طلب عشان انت عارفه هو عمل ايه عشاني. طب انت عارف بقى ان هما مش بس جيران؟ عارف انهم بيحبوا بعض؟ عارف. ويلا عارف بقى، متخيل عيسى هيعمل ايه لما يعرف ان انت عايز تاخدها منه؟ هو انت بتقولي ايه دلوقتي؟ محدش فاهمك قد ايه يا ياسر. البنت دي سحلتك، بس عيسى مش هيسيبها لك حتى لو هي ضعفت شويه قدام الحاجات الكتير اللي انت هتديها لها. انت بتهدديني بعيسى؟ بتهيألي لو كنت مكاني ما كنتش هتعمل غير كده. ايه يا امل؟ مالك؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيت انا مين؟ بصي يا حبيبتي، انا لما عاوز اعمل اي حاجه في الدنيا ولا انت ولا عيسى ولا الدنيا كلها تقدر تمنعني، صح؟ وبجد انا غلطان اني جيت لك. مساء الخير يا فندم. صدقني ما عرفتكيش. ايه رايك؟ هو ده بقى اللي بيقولوا عليه نيو لوك؟ تغيير. تغيير. وبمناسبة ايه التغيير ده بقى؟ بمناسبة الوظيفة الجديدة. الوظيفة الجديدة؟ تلاقيكي دفعتي الشهرين المقدم اللي خدتيهم. سيدي يعني هم آخر شهرين يعني يا عيسى. وما ترديش على تليفوناتي ليه من امبارح؟ أنا كنت في اجتماع شغل وشفت رقمك متأخر، خفت أرجع أكلمك تكون نمت. طب وتاني يوم؟ النهاردة يعني هديك شايف أنا كنت مشغولة في إيه؟ فعلا النيو لوك الجديد شكله أهم مني. لا عيسى عشان خاطري ما تبقاش رخم. تلاقيك راجع من السفر تعبان، أنا كمان مجهدة قوي طول اليوم. خلينا نتكلم بكرة أحسن. تصبح على خير.